السلام عليكم السادة الأساتذة والأستاذات، تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم مرة أخرى في حصة من حصص الدعم والتوجيه المقدمة من طرف منصة تعليم برو الإلكترونية لفائدة جميع الطلبة والطالبات المقبلين على مباراة التعليم. إذن في هذه الحصة اليوم إن شاء الله تعالى غنحاول ما أمكن أننا نوضع الطالب والطالبة كذلك في صورة وكذلك الطريقة اللي يقدر أنه يختار بها الجهة بشكل اللي هو مضبوط وياخذ فكرة حول عملية الانتقاء وكيفاش كتتم مع الأخذ بعين الاعتبار المجموعة ديال المعايير. إذا كيف ما كتشوفوا قدامكم هنايا كاين عندي جميع الجهات والخصائص في كل جهة لهذا الموسم إن شاء الله. قلمي مواد نون 7 59 الرباط سلا قنيطرة تالي تافيلات 51 فاس مكناس 62 سوس ماسة 45 مراكش 73 كازا سطات 152 كأكبر جهة وأكثر جهة اللي أخذت يعني واحد لو نومبر اللي هو كبير. طونجي 72 العيون 6 بني ملال أزيلال 65 والشرق 52 الداخلة 4. إذا حاولت أنني ندير هاد لي كولور هادو باش يتبين لكم الخصائص في كل جهة والعدد. إذا غنحاولوا ما أمكن أننا نعطيو فكرة حول هاد الخصائص كيفاش كيتم. الخصائص كيتم أولا معرفته بعدد الأساتذة اللي كينتقلوا وكذلك العدد الأساتذة اللي كيخرجوا تقاعد نسبي ولا في حالة مرضية ولا التقاعد العادي. إذا كاين مجموعة ديال الأسباب لهاد الخصائص هذا، بالإضافة للحركة الانتقالية اللي كتقدر أنها تخلي لنا واحد الخصص كبير في مناطق الجذب ناهيك على الأساتذة اللي كيشدوا الاستقالة ولا اللي كيغادروا التراب الوطني في اتجاه أوروبا مثلا. السؤال هو كيفاش أنني نقدر نختار الجهة اللي ممكن أنني ندفع ليها. هو فعلا المباراة كتكون جهوية وهذا الشيء داخل في إطار الجهوية المتوسعة ولكن والمتقدمة، ولكن كاين بعض الجهات وربما في هذه السنوات الأخيرة ولاو تيقبلوا أن طالب ماشي في نفس الجهة يقدر يدفع جهة أخرى. إذا غادي نشوفوا المعايير. معايير الاختيار، أولا هذه المعايير هذه ليست نموذجية بمعنى أنه فقط محاولة شخصية لتوضيح وتوجيه ناتجة عن نظرة شخصية للأمور، بمعنى أنا هكا بان ليا كيفاش كتتم عملية الانتقاء وكيفاش أنني نقدر نختار وكيفاش أنني نقدر نعرف شنو هي الجهة اللي تقدر تلائم الظروف اللي عندي اللي فيما يخص بيان سور الميزة ديال الإجازة والبكالوريا ديالي. أولا خصنا نشوفو العدد المطلوب في كل جهة. بيان سور كيف ما كتشوفو عندنا هنايا كازا طونجي ومراكش هما اللي طالبين أكبر عدد في الجهة، كذلك تبعهم فاس ومن بعد بني ملال والشرق مع تافيلات. إذا غادي نحاول ما أمكن أنني إلا كنت ماشي ولد الجهة وباغي ندفع في جهة أخرى نشوف هاد الجهات اللي فيهم الخصاص كبير. هذه أول حاجة. ثاني حاجة ميزة البكالوريا والإجازة وعدد السنوات. شحال من واحد يعني تساءل حول علاش هاد السنة ما كاينش هذيك معدل العام. إذا نقدر نقول لكم بأن الانتقاء ماشي بالضرورة نحتاج إلى معدل عام وإلى نقاط، وإنما فقط انطلاقا من الميزات اللي حصل عليها في البكالوريا وفي الإجازة وكذلك عدد السنوات اللي اجتزتها في سلك الإجازة. غادي نشوفوا هذا الشيء إن شاء الله بالديتاي من بعد. ثاني حاجة الخصوصية ديال كل جهة أو كل إقليم بالنسبة للناس ديال التعليم الابتدائي أو حتى الناس ديال التعليم الثانوي. كاين بعض الأقاليم وبعض الجهات اللي عندها خصوصية، فمثلا واد نون والعيون والداخلة عندهم خصوصية ديال أنهم مثلا كياخدوا أصلا عدد قليل، بالإضافة لأنك إلا ما كنتي ولد الجهة غتقدر تلقى بعض المشاكل، لأنه من الأفضل أنك تكون ولد الجهة. أنا أفضل أقول هذه بين قوسين أفضل أنك تكون ولد الجهة باش ما يكونش عندك إشكال. كذلك كاين بعض الأقاليم اللي كيكون فيهم واحد الإشكال ديال اللي كيتسموا مناطق النفور اللي كيمشي ليهم الأستاذ ومن بعد كيعاود يعمر الحركة الانتقالية باش يخرج منهم باش يمشي لمناطق الجد. دونك هاد المناطق بحال تاونات بحال أزيلال كنفضل أنك إلا ما كنتش مولد المنطقة ما تدفعش ليهم، يعني خلي ولاد المنطقة يمشيو لتما باش كيستقروا في نفس المنطقة ديالهم باش كيكونوا حظوظ أكثر لأبناء المنطقة. هذا نظرة خاصة كما أقول دائما. كذلك عدد روافد الجهة.
الجهة كيكونوا فيها بزاف ديال الروافد اللي هما الجامعات، مثلا فاس مكناس كنعرفوا باللي فيها جامعة المولاي إسماعيل بن مكناس، وفيها جامعة سيدي محمد بن عبد الله في ظهر المهراز، وكاين عندنا لي في بي او في تازا، بمعنى ان هاد الروافد كيخليو ان لا كونكورونس تكون طالعه بزاف. غير باش ناخذوها بعين الاعتبار، لا كونكورونس كتكون طالعه بزاف، سيتادير انه تبارك الله كيجيو لي زيليتي ديال مكناس، وكيف ما كنعرفوا في مكناس كاين الفوندامونتال ديال بصح في التخصص وكيجتهدوا، كذلك في ظهر المهراز بالاضافه لتازا. اذا كتكون شويه لا كونكورونس، الانسان يحاول انه يفكر الا ما كانش متمكن مزيان ما يريسكيش في هذه الجهه هذه. وهذا الشيء راه ظهر في السنه الماضيه، بحيث ان تبارك الله لا كونكورونس المنافسه كانت طالعه بزاف مقارنه مع الجهات الاخرى. كذلك من غير الروافد كيخصنا نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار يعني المستوى ديال الجهات. مثلا كيف ما كنعرفوا في بعض الجهات، يعني ما غنذكرهمش، طلبه كياخذوا الاجازه في 3 سنوات، اغلب الطلبه. ولكن في جهات اخرى كتلقى مثلا في جامعات اخرى كاين شويه يعني شويه الزيار بهذا المعنى، الطالب ما كياخذش الاجازه في 3 سنوات، ميم حتى في 4 سنوات في يعني اذا اقتضى الحال. فنفكروا في هذه الامور هذه. المعيار الاخير اللي هو مستوى التحضير. انت باغي تحضر، انت باغي تدفع لواحد الجهه، غتشوف المستوى ديال التحضير ديالك. الا كنت محضر مزيان ومتمكن من المعارف ديالك وفي الديداكتيك وفي علوم التربيه، فإمكانك أنك تمشي لواحد المناطق اللي متوسطة الخصاصة. مثلا تقدر أنك تدفع في درعا تافيلات، أو لا في فاس، أو لا في بني ملال، أو لا في الشرق. إذا فهاد الأمور هذه كترتبط بمستوى التحضير اللي عندك انت، وكل واحد راه كيعرف راسو، وكل واحد راه كيمكن ليه انه يدير واحد لوطو ايفالياسيون ولا واحد غير ايفالياسيون اوتوماتيك لراسو ذاتيه، اللي يقدر يعرف بها الامكانيات اللي عنده، واش يقدر انه يتمكن ياخذ البلاصه ديالو في واحد الجهه او لا. غادي نشوفوا الان شنو هما معايير الانتقاء. هاد الصورة اللي قدامكم كيف ما كتشوفوا كانت السنة الماضية وضعتها الحكومة أو عفوا الوزارة باش توضح طريقة الانتقاء، كيف ما قلنا، اللي ماشي بالضرورة تكون كيتحكم فيها نقاط ومعدلات، وإنما ميزات. أولا الميزة المحصل عليها في شهادة البكالوريا. إلا لاحظتوا في التسجيل راه عندكم واحد لا روبريك أنكم تحددوا الميزة. دونك عندنا صفر إذا كانت باسابل، أسي بيان 10، بيان 20، تخي بيان كاينه 25. دونك كاين عندنا في الإجازة كذلك الميزة، نفس الشيء بالنسبة للميزة، أسي بيان باسابل عفوا زيرو وانت طالع. كذلك عندنا سن المترشح، وهذا الأمر هذا هو اللي كيخلي بعض الطلبة مثلا يقول لك وأنا عندي 11 وصحابي تقبلوا عندهم 10. دونك راه خصنا ناخدو بعين الاعتبار شحال عند هاد صحابك في البكالوريا باش الميزة اللي واخدين في البكالوريا، وكذلك شحال من سنة اللي دوزوا في الإجازة باش أنهم ياخدوا الإجازة. لأنه مثلا يعني شنو داروا هما هنايا؟ داروا سن المترشح عند حصوله على شهادة الإجازة، بمعنى أن السن ديالك شكون كيتحكم فيه؟ كيتحكم فيه إلا كنت غودوبلون يعني في الثانوي ولا في الإعدادي ولا في الابتدائي، سيتادير غتقدر تكون ديت البكالوريا على 19 عام، إذا غتدي الإجازة تقريبا على 24 سنة. إذا هذا الشيء كيحتم أن النقط ديالك كينقصوا، في حين ان واحد ما عمرو دوبل كياخذ البكالوريا على 18 17 ونص مثلا، كيقدر انه ياخذ الاجازه على 22 21 سنه. اذا هادشي كيخلي انه يكون عنده واحد لو نومبر اللي هو كبير، وكيزيد يرفع الحظوظ ديالو من الانتقاء. نهضروا على واحد الحاله، نعطي واحد ليكزومبل اللي هو واحد خدا باك يعني بمونسيون بيان، عنده 20 نقطه كيف ما كتشوفوا، فوالا. ليسونس باسي بيان عنده 15 بوان، فوالا. وعنده لاج موان دو 22 زون، عنده يعني قل من 22 سنة. يعني هذا اللي كان نورمال، ان الانسان خدا الباك مزيان تيكون غادي مزيان شويه، ليسونس باسي بيان، لاج ديالو خداها كنعطيو يعني الاغلبيه موان دو 22 زون، عنده 25 بوان. الوغ الا درنا التوتال كتعطيه 60 بوان. هذه هي الطريقه ديال الانتقاء. اذا ملي كيبغيو يشدوا الانتقاء كيضربوا هذا العدد هذا نتاع المناصب في 3، في الكتابي كيمشي
الثلث كيبقاو لينا الثلثين يعني كيتنافسوا على الثلث الباقي اللي هو عدد المناصب. دونك هادشي اللي كاين وهادشي اللي نقدروا نوضحوا في هاد لا فيديو هذا. كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة جديدة فمرحبا، تقدروا أنكم تسولوا في التعاليق. بالإضافة كذلك إذا كانت عندكم شي إضافات ولا شي حاجة تقدروا تتواصلوا بنا سواء عبر واتساب أو لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تعليم برو أو لا فيسبوك عبر صفحتنا تعليم برو إديوكاسيون إي فورماسيون. ومرحبا بتساؤلاتكم. نتمنى لكم حظ أوفر كما العادة. لا تنسونا من خالص دعائكم ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع السلامة.